شوف عبد الله بقول لك، وعموما حتى لو واحد حشني فالمحشة مقبولة. لا، فالقافلة تسير يعني. نعم. ولا الشيء الثاني طيب اسمع الكلمة هذه. يقول لك الصديق الحقيقي هو الذي ينصحك إذا رأى عيبك. يعني إنسان يشوف فيك حاجة غلط يقول لك والله يا عبد الله يعني هذا الشيء بصراحة مو حلو فيك. في ناس تمشي معهم والله العظيم لو تسوي اللي تسوي الفضائح الهواية. أيوة. وأنا أشكرك على هذا النقطة فعلا والله. تصدق يا اللي في بالي، ألو صديقي، تصدق والله العظيم اللي عجبني في عبد الله القرني بعض المرات يعني أو أغلب المرات يعني كل ما يشوف فيني حاجة غلط يقول لي، زي مثلا الأكل. بعض المرات إذا جيت أنا آكل أسوي كذا من قوة يعني شراهة الأكل والجوع، أسوي أتبلع في اللقمة كذا، أقعد أمغط فيها يمين ويسار. فيقول لي عبد الله لا تقعد تمغط في الكل. عرفت يعني ينصحني. زي مرة من المرات يعني كنا ماشيين كذا في السوق وكنت حاط يدي في جيبي ما أدري كيف طريقة معلش أقدر أقول يعني مو حلوة يعني شكلي من شلون قايل. فيقول لي لا نزل يدك كذا. يعني ايش كلام هذا يا الحبيب؟ ترى فاصل اعلاني بجيك الحين والله العظيم لا اجيك. فالانسان اذا قام ينصحك ويقول لك يا فلان انت غلطان، انت فيك غلط، يعدل من الغلط، هذا دليل على حب الاخوه. بعد اذنك احب اضيف واعلق على النقطه هذه. سم انا قلت لا انا قلت لا تشك بنفسك ايها الغلام فلعله لا يقصدك انت بالذات. لا شوف يعني انا قلت القافله تسير. القافله تسير بس قافله تسير في الصحراء جماعة. لكن اذا هو فهم مفهوم المخالفه على ما يشتهي عاد هذا شيء ثاني. ما نقدر سبحان الله. استاذ عبد الله تسمح لي يقول لك اسمع صوتك ترى على فكره الكلام جال ينسمع ترى بوطي صوتك يا كنترول علشان عشان ما حد يسمعني الا انا وانت عبد الله. على فكره كنترول كنت انا نايم مره على الكنبه هذه، على القنفه الظاهر يسمونها، وماخذ ما ادري والله دب وحاضن ولا ما ادري ايش. المهم انه الاستاذه فاطمه قالت، كان الايربيس مع سالم، قالت شوف عبد الله كانه الاميره النايمه. خلاص الاميره النايمه. ان سمعت الكلمه اتصل بواحد قال ترى الاستاذه فاطمه قالت كانك الاميره فاطمه. شفت؟ قالت كانك الاميره فاطمه، الاميره النايمه. جيت اليوم الثاني سالتها قلت انت قالت ايش دراك؟ قلت ترى الناس جالسين يسمعون في ينسمع. سبحان الله الحش دائما يطلع، ما في شيء غيب عننا. احب اعلق على النقطه اللي كنا فيها، النقطه انه كيف يعني تقول للانسان انه في شيء عيب. يعني اقدر اقول لك انه والله انت غلطت في الموضوع هذا، وانا صراحه من اشد الناس اللي احرص على الشيء هذا، انه اتمنى انه صديقي، مو بشرط صديقي، يعني اي شخص يعني من الجمهور يشوفني ذا عبد الله انت فيك العيب الفلاني، حتى لو كان على الهواء عادي، لو كان شيء بس يعني بذوق ما يكون شيء جارح، يعني يوصلها لي بطريقه حلوه. يقول لي والله يا عبد الله انت سويت كذا، المفروض انك ما قلت، المفروض انك انت غلطت في الشيء الفلاني، انت ايش تقصد بالشيء الفلاني؟ بالعكس انا احترمه، وزي ما قال رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. الله. لان الانسان اللي يذكر عيوبك هذا دليل على انه يحبك، بس واحد ما يذكر عيوبك يخليها تتراكم، يعني انت او ما هميته ابدا. صح، تستمر في الخطأ. الصداقة لا تغيب مثلما تغيب الشمس، الصداقة لا تذوب مثلما يذوب الثلج، الصداقة لا تموت الا اذا مات الحب. ما سر علاقة الحب بالصداقة؟ تبدأ ولا أبدأ؟ تفضل أستاذ عبد الله القرني. شوف، أي شيء في الحياة يرتبط ما بين اثنين هو حب. يرتبط ما بين اثنين هو حب. أنت لما تيجي تاكل ارتبطت أنت بالأكل، إذا أنت أحببت الطعام أكلت. اي والله صح، درجة ودي أشرب المرقة هذه. في الحب ما هو بشرط إنه يكون بين شخص وآخر، ولا يعني أحيانا الطفل يحب لعبة، مو بأحيانا الطفل. أنا مثلا حبيت لي دمية معينة، من بين الدمى هذه إني إذا جيت أنام أحضن دمية معينة. ليش؟ حبيتها بالحب. أيوة. فلما ينتزع الحب هذا وما يكون موجود في أي علاقة بين شيئين، أوكي؟ حتى الحيوانات تحب، هذا شيء أكيد الكل يعرف. زي أنا أحب الببغاءات مثلا. لا أقصد الحيوانات فيما بينها. يعني لكن الببغاء يحب ميزة ببغاء يحب ببغاءة. يعني شوف ميزة يعني في حاجتين، إنه بيفهمون الناس خطأ. خليني ألغي خلاص
أعزائي المشاهدين، لا استنى كمل دقيقة، فاصل إعلاني، المخرج يقول فاصل إعلاني. أعزائي المشاهدين، كنتم أدري ما في فاصل بس خلنا نجرب. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في حلقة من حلقات ضيف أسبوعي. كان معنا الأستاذ الكبير الكاتب والمؤرخ في تاريخ علم الحب والصداقة، والفنان الكبير محمد بن محمد الأسعدي، والأستاذ عبد الله القرني. وطبعا تكلمنا عن الصداقة والحب، ولن نطيل عليكم، فقط فاصل ونعود إليكم بعد قليل. كت كات مكرن فرن مفرفش مقبل مدبر.